جعل لهذه الأمة خصوصية، منها إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى جعل ليلة القدر ثوابها مضاعف لأن أعمار الأمة قليلة. أنا دلوقتي عمري ممكن يكون 50 سنة، يساوي إيه في سيدنا نوح الذي عاش أكثر على أرجح الأقوال أكثر من 1400 سنة أو 1300 سنة؟ يساوي إيه إن الشاب في قوم سيدنا نوح كان يعيش لو مات شباب يعيش أكثر من 500 سنة. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعوضنا ومن عوضه سبحانه وتعالى بليلة القدر، فمن قامها إيمانا واحتسابا فكأنه قام 83 سنة. ده خد دي بقى كمان، ده العلماء حسابيا بيحسبوا. لكن انت لو هتيجي بقى ترجع للقول نفسه، قال لك ايه؟ خير من 1000 شهر، ما قالش مثل 1000 شهر. لو قال مثل يبقى يضرب ده في المثل يديك 83، لكن لما يقول خير من 1000 شهر يبقى معنى ذلك انها تساوي اكثر من 1000 شهر، والله يضاعف لمن يشاء. العنصر الرابع ان ليلة القدر لا يخرج في صبيحتها مع الشمس الشيطان، فالشمس في الأصل كما ثبت في حديث النبي تخرج بين قرني شيطان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها. ما يخرجش الشيطان مع الشمس في خروجها حتى يخرج فجرها، وهو من خصوصية ليلة القدر. توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه إلى يوم الدين، ثم أما بعد. من خصائص ليلة القدر، وهو مش كلام مكرر، نزول الملائكة. أنا عايزك تتخيل سيدنا جبريل وهو نازل الأرض. عارف لما ربنا يقول إيه؟ تنزل الملائكة والروح فيها، وتخصيص سيدنا جبريل نفسه بالذكر. الروح يعني سيدنا جبريل نزل به الروح القدس، هو سيدنا جبريل. فلما بقول لك والروح فيها، إن كنت أنت مش متخيل سيدنا جبريل فلتعلم أن النبي حينما رأى جبريل على صورته الحقيقية أغشي عليه. النبي لم يتحمل رؤية جبريل على صورته الحقيقية، وكان جبريل حينما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه في صورة بشر لعظمة خلق جبريل عليه السلام ولقوته. ربنا قال علمه شديد القوة. جبريل عليه السلام اللي انت مش متخيل نزوله إلى الأرض، أخبر عنه العلماء وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم له 600 جناح. الجناح الواحد لو ضرب به الأرض لقلبها رأسا على عقب. ده جناح واحد. جبريل عليه السلام أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قوم لوط فضربها ضربة واحدة، فارتفعت قوم لوط من الأرض إلى أن وصلوا إلى السماء الأولى ثم نزلوا منقلبين. وهذا حال قوم لوط منذ أن خسفت بهم الأرض. ده جبريل لما بينزل للأرض في ليلة القدر وأنت مش متخيل وجوده وأنت في غفلة عنه، فكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغفل عن نزول جبريل؟ من خصائصها الأمن والسلام على أهل الطاعة. زي ما كده كان في مشكلة امبارح، الناس تقول لك إيه؟ يقول لك قلت القدر يعني. ما الخناقة ده ليه؟ هي سلام على أهل الطاعة، سلام على من كانوا قريبين من ربهم، سلام على من اجتهدوا في الطاعة والتقرب من ربهم، إنما مش سلام على ناس قاعدين على القهوة، مش سلام على ناس عمالين يعملوا الغلط في الشوارع، مش نلاقي ناس مثلا ماشيه بتعمل معصيه الله تعالى فيحصل خلاف يقول لك اهو بص اهو. لا يا حبيبي، ليله القدر سلام على من يستحقها وليس سلام على